السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم معسلة من معسلات رمضان. غادي نشارك معكم سيجار بالكاوكاو او الفول السوداني، كيجي رائع هشيش ومقرمش في نفس الوقت. خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. المكونات اللي غادي نحتاجو في هذا السيجار: عندي هنا 500 غرام من الكاوكاو اللي محمر ومحيد له القشره ديالو. غادي نحتاجو 100 غرام من السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الزبده، ومعلقه صغيره ديال القرفه، معلقه ممسوحه. غادي نحتاجو الكيس ديال السكر نكهه زهر البرتقال، وكيبقى هذا اختياري، تقدروا تكتفيو غير بما زهر. غادي نحتاجو الماء زهر، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الكونفيتير المشماش والورقه ديال الفيلو. هنا اول حاجه غادي نديرها، غادي نطحن هاد الكاوكاو مع السكر سنيده. ما غاديش نطحن الكميه كامله مزيان، المهم واحد الكميه غادي نعلكها والباقي غادي نخليه مفرشش كما كتشوفوا هنا. بديت بنص الكميه الاولى، خليتها هكا يعني فيها حبيبات مهرمشين، ما نطحوش بزاف. والكميه اللي بقات النص الاخر غادي نطحنو حتى يتعلك. هاي كما كتشوفوا النص الاخر كيفاش كيجي مطحون مزيان معلك. من بعد ما طحنت هاد الكاوكاو غادي نزيد عليه المكونات: القرفه والزبده، زهر البرتقال. كما قلت لكم هذا الكيس هذا كيبقى اختياري، ولكن راه كيعطي ليها واحد المذاق رائع لهاد الحشوه. وغادي نزيد حتى ما زهر في هذه المرحله هذه، غندير واحد 2 معالق. هنا راه لقيت ما تصورتش ليا فاش درت ما زهر، غير 2 معالق كبار كافيين. الا طحنتو مزيان كاوكاو ما غاديش تحتاجوا تكثروا ما زهر باش تجمعوا هاد العقده. معلقه كبيره ديال الكونفيتير ديال المشماش، حتى هو كيزيد التعليكه لهاد العقده. من بعد ما جمعت العقده كيجي القوام ديالها على هذا الشكل. غادي ندوز دابا باش نقطع ورقه الفيلو. هنا خديت علبه من ورقه الفيلو، حليتها وغادي نقسمها على النص. من بعد ما قسمت الورقه على النص، كل نص غادي نقسمه على 3 بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا في الفيديو. صافي غادي نغطيها بكيس بلاستيكي بحال هكا، الكيس اللي كانت فيه الورقه في الاول، وغطيوها بشي سربيته ولا شي فوطه باش ما تنشفش لكم بالبرد. غنحتاجو الزبده والزيت باش ندهنوا هاد الورقه. كنغلب الكميه ديال الزيت على الزبده. صافي غادي نبداو ناخذ الورقه نديروها بهذه الطريقه هذه، وحده بوحده.
كنطويها على جوج وندهنها من برا ومن الداخل. نحط فيها الحشوه ديال الكاوكاو ونطويها بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا. نستمروا بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندنا. كل ما كنصايب وحده كنديرهم في صينيه اللي درت لها ورق المطبخ. من بعد ما كملت الكميه كامله كما كتشوفوا كيجي الصغار هكا على هذا الشكل هذا. غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده من الفوق، الزبده والزيت اللي كنت كندهن بهم في الاول. غادي ندير لهم واحد الدهنه خفيفه من الفوق وندخلهم للفران. الفران شعلته يسخن على نار اللي تكون متوسطه، ما كياخذوش وقت طويل في الفران. ملي كندخلهم كنبقى مقابلاهم، اللي طابت كنحيدها. هنا بالنسبه للفران الا كان كيشعل عندكم من الفوق ومن التحت شعلوه مره واحده باش يتحمروا من جوج جوايه. كان كيشعل غير من التحت حتى تحمروا لتحت وعاود نزلوهم باش تحمروا الفوق. كما كتشوفوا هنا الحبه اللي طابت كنحيدها ونديرها في العسل. العسل دفيته قبل ما ندير فيه هاد الصيغار هذا. صافي غادي نخليهم في العسل. انا كنت صايبتهم بالليل، خليتهم يباتوا فيه حتى الغد ليه. وهذا هو السيجار من بعد ما حيدته من العسل خليته تسقطر مزيان. كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع في المذاق، مقرمش وخفيف. نتمنى انكم تجربوه، انا متاكده غادي يعجبكم. صافي هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.